بقى حبيت كده اعمل حاجة حلوة علشان يارا، لان طبعا يعني بعمل دايت فما باكلش حلويات كتير زي الاول. فحبيت كده اعمل كيكة سهلة وسريعة اتعملت في الخلاط، ما خدتش اي وقت خالص. الحمد لله المكونات كانت عندي. بس في حاجة عايزة اقول لكم ان انا جايه احط كاكاو، يارا قالت لي احط كاكاو، فجايه احط كاكاو وطلع قرفه، فمش مركزه قوي تقريبا، فحطيت يعني قرفه بدل الكاكاو. بس برضو هتبقى حلوه لان كده كده في كيكه بتتعمل بالقرفه، وحطيت كاكاو كمان. فهو ميكس كده، هدوقها كده واقول لكم رايي. وكمان ما كانش عندي للاسف لبن، كان خلصان فحطيت ميه. وعادي لان انا مره عملت كيكه المج التحفه اللي انا مصورها لكم، هتلاقوها في التيك توك وفي الانستجرام وفي اليوتيوب وكل حاجه. كانت مفيش عندي لبن، عملتها بالميه. المهم تعالوا بينا بقى نقطعها كده وهي اوريكم شكلها، خليكم معايا. بصوا بقى، ده كده شكل الكيكة الجميلة بتاعتي. طبعا بصوا الهشاشة، بصوا بتتقطع من كتر ما هي طرية وهشة. وما شاء الله بقى، بصوا سمكها عالي ازاي، ما شاء الله تحفة. عايزة اقولكم دقتها طعمها حلو قوي. الكاكاو ظاهر فيها والقرفة خفيفة قوي، فمديه ميكس طعم كده مش قادرة اوصفلكم، بس بجد تحفة. طبعا ان شاء الله هنفطر بيها بقى جنب شاي سادة او شاي بلبن او كابتشينو البندق اللي بحبه. وبكده يكون احلى حاجة عملتها النهاردة في يومي هي الكيكة الجميلة دي. يلا اشوفكم على خير، متنسوش تعملوا لايك وشير، واشوفكم فيديو جديد. سلام عليكم.